دايما بنحكم على مدى نجاح عملية زراعة الشعر في إنها ساهمت قد إيه إن شكلك يبقى أصغر وسنك كمان يبقى أصغر. ده لو ما حصلش يا صديقي خليك متأكد تماما إن عملية زراعة الشعر دي لا قدر الله يعني فشلت. لازم العملية في الآخر تحقق نتائج، يعني المفروض أصلا تكون النتائج دي كانت متوقعة قبل ما تخوض عملية زراعة الشعر. النهارده ميعادنا مع قصة نجاح جديدة من الناس اللي عملت عملية زراعة الشعر وحياتهم اتغيرت بالكامل. ان شاء الله الانترو دي هتكون ثابتة لكل النتائج اللي هيعرضها دكتور محمد السيد. الهدف من سلسلة الفيديوهات دي هي ان احنا بندي للناس امل عشان تشوف بنفسك ازاي الناس قبل عملية زراعة الشعر وازاي هم بعد عملية زراعة الشعر، فرق 180 درجة زي ما هتشوف دلوقتي. ويلا بينا نشوف حالة النهارده. من انجح الحالات اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت الحمد لله، حاله حققنا فيها كل معايير النجاح والتفوق، من حيث المظهر الطبيعي لخط الشعر، من حيث الكثافه المتناهيه اللي بقت تماثل الحمد لله كثافه الشعر الطبيعي. الحاله زي ما حضراتكم شايفين كانت حاله صلع وراثي من الدرجه الخامسه، صلع كامل بدون اي شعر في المنطقه المصابه بالصلع. قمنا بزراعه واقتطاف حوالي 3000 جرافت، ودي النتيجه الحمد لله بعد حوالي سنه من العمليه. زي ما حضراتكم شايفين الكثافه عاليه جدا، المظهر طبيعي جدا، تحول كامل من حاله لحاله، وده بفضل ربنا طبعا وبفضل المجهود اللي احنا عملناه والخبره والامكانيات اللي احنا اضفناها والتقنيات الحديثه اللي احنا شغالين بيها. وانتظروني الفتره الجايه ان شاء الله في نتائج لحالات مختلفه من حيث درجات الصلع ونتائج احسن واحسن ان شاء الله.